بيبدأ الأنمي بتاعنا مع شاب بيجري في الشارع زي ما يكون في حد بيجري وراه وكان باين عليه التعب، وبيفتح تليفونه وهو بيجري وبيقول لو دي لعبة فأكيد هيكون لسه لي خطوة أخيرة وأقلب الترابيزة، وبيكون محتار يتصل بمين علشان يطلب منه المساعدة. فبيجي في باله واحد اسمه كيودا، بس بيرجع يقول لأ ده زيه زيي بيسرق نقط أكتر مني أنا شخصيا، وبيكون محتار وبيقول في نفسه أنا شكلي ما عنديش صحاب أرن عليهم، لحد ما بيلاقي واحد على التليفون اسمه كانامي ومكتوب تقدر ترن لو محتاج مساعدة. فبيدوس على موافق وبيقول وهو بيجري آسف يا كانامي انت الوحيد اللي جه قدامي، وبيفضل مكمل لحد ما بيوصل لطريق مسدود وبيسمع صوت جاي من تليفونه، ولما بيبص فيه بيشوف حاجة بتقرب من موقعه، ولما بيبص وراه بيشوف شبح، فبيقع على الأرض من الخوف وبيقول في نفسه لو انت ما جيتش يا كانامي انا هتصرف، وبيقف على رجله تاني وبيقول انت لعبة غبية، وبأعلى صوت عنده قال انت في عداد الموتى، وبيطلع من جيبه مجموعة شفرات عاملة شبه السيف كده بيوجهها في وش الشبح اللي جاي قدامه، وبيطلع منها ليزر بيدمره، وبيفكر انه خلص عليه، بس لما بيبص في التليفون بتاعه بيلاقيه لسه ما ماتش وبيقرب منه اكتر، فده اللي رعبه وخلاه يبدأ يهجم عليه بالليزر تاني، وبيقول مش عادل انك تكون مختفي، وبيرميه بشفرة من الشفرات لكنه بيردها ليه وبتيجي في رقبته وبتتسبب له بجرح كبير جدا كان هيموته، وبيشوف بعدها فراشة وبيقع على الارض وبيموت، وبنشوف خيال بسيط للشبح ده واللي بيكون شبه الباندا. بعدها بنشوف مكتوب على تليفونه انه خسر، وبنشوف الباندا ظهر وكان لابس تيشيرت مكتوب عليه رقم مكون من 3 ستات، وكان معاه تليفون بيبص فيه، وبعدها اختفى. بعدها بنشوف شاب قاعد بيقلب في تليفونه على متجر للدراجات وبيقول انها غالية وانه لازم يشوف شغل براتب كويس علشان يعرف يشتريها، وبنعرف ان ده كانامي صاحبنا لما بنسمع واحد صاحبه بينده عليه وبيقول له انت شفت الحاجة الغريبة اللي عند المحطة؟ فكانامي بيقول له اخلص، حاجة اللي غريبة اللي انت بتتكلم عنها دي؟ في متجر جديد ظهر ولا ايه؟ قال له لا، وفتح له التليفون وخلاه يشوف خطوط مرسومة واخده شكل بني ادم ميت وبيكون في شبه من الشاب اللي البند قتله، والرسومات والاشكال دي موجوده في جميع انحاء شيبويا والعالم كله بيتكلم عنها، والناس بتقول ان اكيد في شخص هو اللي بيرسم الاشكال دي في نص الليل. وفي وسط كلامهم ده بيجي واحد زميلهم يسالهم اذا كانوا شافوا همادة ولا لا علشان غاب النهارده ولسه ما جاش وبيكون قلقان من الرساله اللي وصلت له، فكانامي بيقول له ما شفتش، بس على ذكر الموضوع ده انا عرفت انكم اشتريتم دراجات جديده، هو انتوا لقيتوا شغل بمرتب كويس ولا ايه؟ اصلي عايز اشتغل معاكم. فبيقولوا له لا احنا ما اشتغلناش ولا حاجه، انا همشي دلوقتي ولو شفتوه قولوا له اني سالت عليه. فبيفتكر كانامي اذا كان همادة بعت له رساله امبارح وهو ما ردش عليها، ولما بيدخل على الرسايل بيلاقيه بعت له رابط للعبه مجانيه اسمها داروين، فبيدوس على الرابط وبيدخل على اللعبه وبيكون عنده فضول يجربها، وزميله اللي كان بيدور على همادة بيسمعه فبيزعق له بيقول له ما تشغلش اللعبه دي، بس خلاص بيكون داس عليها والشاشه لونها بقى ابيض وبيطلع منها تعبان بيعضه من رقبته، فكانامي بيتخض وبيقوم من على الكرسي اللي كان قاعد عليه ولون عينه بيتغير، وبيشوف نفس الفراشه اللي صاحبنا شافها في اول الانمي قبل ما يموت، وبيقع بعدها عرضه وتليفونه بيكون مفتوح على اللعبه وظاهر عليه رساله بتقول ان تم تاكيد اسم اللاعب وان همادة ميت بالفعل واللعبه هتبدا كمان ساعه. بعدها بنشوف بنت بتمسك مسدس من على الارض وبيجي لها رساله على تليفونها بتقول لها ان في لاعب جديد انضم للعبه واسمه كانامي. في الوقت ده بنروح على المستشفى وبنشوف كانامي وهو هناك، ولما بيصحى بتيجي الممرضه تقول له انت اخيرا صحيت، زمايلك جابوك على المستشفى هنا بعد ما اغمى عليك وانت في الفصل، وبتساله عن صحته دلوقتي، فبيقول لها مش تمام انا عايز اروح، وبيكون حاطط ايده على رقبته، واول لما بيشيلها بنشوف رسمه غريبه مكان عضه التعبان، فبتديله الممرضه استماره يملاها علشان يخرج من المستشفى، ولما بيجي يكتب القلم بيقع منه، ولما بينزل علشان يجيبه بيحس بحاجه غريبه بتمشي في ايده، وبعدها بيسيبها وبيفتح باب الاوضه اللي كان محجوز فيها علشان يمشي، وبيشوف الاتنين اللي كانوا معاه في الفصل واقفين مستنيينه، واللي حذره انه ما يفتحش اللعبه بيقرب منه وبيقول له انا محتاج اتكلم معاك ضروري بخصوص اللعبه اللي همادة بعتها لك، فبيقول له انت مالك مكبر الموضوع كده ليه؟ ولسه هيقول له اسم اللعبه قال له ما تجيبش سيرتها في مكان زي ده، وطلب منه ما يفتحش اللعبه ويروح على طول، وهو هيبقى يعدي عليه بالليل ويشرح له كل حاجه. في اللحظه دي الممرضه اخدت بالها ان في قلم واقع على الارض شبه القلم اللي معاها، فسالت نفسها اذا كان معاها قلمين من نفس النوع. بعدها بنشوف كانامي راكب القطر وبيقول في نفسه هو ماله كيودا تصرفاته غريبه كده ليه، وبيفتح التليفون وبيبص على اللعبه وبيفتكره تطبيق مراهنات، وبيفكر في اللي حصل معاه لما شغل اللعبه والتعبان عضه في رقبته وما بيقدرش يقاوم الفضول اللي عنده، فبيدخل على اللعبه وبيلاقي رساله بتقول له انه لسه ما دخلش اي انزال وانه لازم يجهز نفسه، فبيدوس على زرار الموافقه واللعبه بتقول له انه هيواجه الباندا، وهو ما بيبقاش فاهم حاجه خالص ومستغرب ليه اللعبه بتستخدم اسمه وايه هي قواعد اللعبه والعد التنازلي ده معناته ايه، وفجاه بيبص على الكرسي اللي قصاده
قصاده بيشوف الباندا قاعد عليه وماسك سكينة في ايده. فجأة كده بعدها لقاه بيقف وبيقرب منه، وهو كل ده فاكر ان ده مقلب في التلفزيون ولا حاجة. مقلب ايه يا عم كنامي، انت هتموت يا ابني دلوقتي. الباندا بيهجم عليه وكنامي بيلحق نفسه على اخر لحظة وبيرجع يضربه تاني بالسكينة، بس صاحبنا بيرفع الشنطة اللي في ايده علشان السكينة تيجي فيها وبيضربه بالرجل في بطنه. وبيكون القطر وقف فبينزل يجري وبيقول انا لازم اروح ابلغ الشرطة، لكن الباندا مش بيسيبه وبيجري وراه لحد ما بيوصلوا لقسم الشرطة برضه. كنامي بيدخل مكتب الضابط وبيقول له في بان بيجري ورايا علشان يقتلني وبيطلب منه المساعدة. فالضابط بيقول له ما تخافش، ولما بيبص بره المكتب بيلاقي الباندا جاي بيجري ناحيته ولسه هيقول له اقف مكانك، راح الباندا مخلص عليه. وصاحبنا من الخوف رجله ما بقتش شايلاه فبيقع على الارض وخلاص من جواه بيقول انا هموت هنا. لكن فجأة في سهم بيجي في ظهر الباندا وبيكون كيوتا اللي ضربه، وبيطلب بعدها من كنامي انه يفضل يجري لحد ما الوقت اللي في اللعبة يخلص علشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتكسبه. لكن بنشوف الباندا استخدم قدرة الاختفاء علشان محدش يشوفه، بس كيودا بيكون عنده قدرة بتخليه يشوفه حتى وهو مختفي وبيتفادى ضربته بسهولة، وبيرمي عليه سهم تاني بس بيجي في ايد الباندا اللي بدوره بيهجم عليه وبيطعنه بالسكينة في بطنه. كيودا تقريبا كان ماشي بمبدأ هتضرب هنضرب، هتعور هنعور، وبيطلع سهم من السلاح اللي معاه وبيضرب به الباندا في بطنه وبيقول لكنامي اهرب لو كنت عايز تعيش، بس التاني بيرفض وبيسنده لحد ما بيخرجوا من مكتب الضابط. وبنشوف الباندا وهو متعصب وعينه بتطلع لون احمر وبيختفي، وبنفهم هنا من كيودا ان دي قدرته وان كل ده ما هو الا عبارة عن لعبة داروين اللي هو حذره منها. فبيقول له مش وقت كلام، وبعدها بياخده وبيستخبوا على كوبري وبيكون الباندا بيدور عليهم. فكنامي بيقول لكيودا لازم اخدك لاقرب مستشفى وبيرن على الاسعاف بس رقمهم بيبقى غير متاح، تقريبا هناك مفيش شبكة باين. المهم كيودا بيقول له مش هتعرف تتواصل مع حد طول ما هو بيلعب اللعبة لان علاقته الوحيدة بالعالم ده انه عايش عليه بس، سيبك بقى من كل ده وركز انك تهرب من الباندا لحد ما الوقت يخلص. فبيقول له ما تقلقش هو مش عارف مكاننا، ولما بيبص علشان يعرف مكانه بيلمحه جاي فبيخاف وبيقول اكيد ما شافنيش. وبعدها بيجي له اشعار ان في حد باعت له رسالة على اللعبة، فبيفتحها وبيتفاجئ ان في بنت اسمها شوكا بتعرض عليه انها تساعده، ودي البنت اللي كنا شفناها وهي ماسكة المسدس، وبيستغرب ازاي عرفت ان في مشكلة لحد ما بيفهم ان التطبيق ده فيه خاصية التتبع، وده معناه ان الباندا هو كمان عارف مكانهم وحرفيا ما بيبقاش عارف يعمل ايه. فبيسند كيودا وبيروح يستخبى في جراج العربيات باقصى سرعة، ولما الباندا بيجي بيدور في مكان غير اللي هم فيه. هنا بيفهم ان خاصية التتبع بتوريك المنطقة بس مش بتحدد لك تحديدا المكان فين بالظبط، وساعتها بيقرر يسيب كيودا مكانه لان كده هيبقى في خطر عليهم هما الاتنين، والباندا كده ماشي وراه هو، وفعلا بيقول له خليك هنا وبيوعده انه هيكسب في اللعبة، ولما هيخلص هيكلم المساعدة وينقذه من هنا، وبينده على الباندا وبيقول له بتدور على ايه، انا هنا يا غبي، وبيطلع يجري. على الجانب الاخر بنشوف كيودا وهو بيكلم نفسه وبيقول لو ما كانتش قدرتي من الدرجة التانية واللي ميزتها انها بتشوف الهالات الخاصة باي حد على قيد الحياة كان زمان ساعدتك، بس ده مش مهم، المهم ان متأكد انك صاحب اقوى هالة شفتها لحد دلوقتي وحاسس انك هتقدر تساعدني، فحاول تصمد للنهاية. بعدها بنشوف الباندا واقف قدام حمام وبيعرف ان كنامي مستخبى فيه فبيختفي وبيدخل لجوه وبيقول له انت حظك وحش قوي لاني اخدت المسدس من الضابط ودلوقتي هموتك، وبيفضل يضرب بالمسدس على الباب لحد ما الباب بيتفتح وما بيلاقيش حد، وفجأة بيظهر كنامي من الباب اللي وراه وبيكون معاه طفاية حريق بيفتحها في وشه وبيضربه بيها. الباندا حاول يهرب منه بس هو مسكه فملقاش حل قدامه غير انه يختفي تاني، وبيرجع يضربه بوكس جامد جدا، بيمسك السكينة وبيقرب منه وبيكون صاحبنا خايف ومش عارف يعمل ايه لحد ما بتظهر عربية فجأة من ورا الباندا وبتخبطه فبيتحدف لبعيد. وقتها اصحاب العربية نزلوا وما بقوش فاهمين هم خبطوا ايه ده، لكن قالوا يلا نمشي علشان ما نتأخرش. وبنشوف بعدها الباندا ظهر تاني لكن ما كانش قادر يتحرك، وتليفون كنامي بيعمل صوت، لما بيفتحه بيشوف ان الوقت خلص وانه قدر يكسب الباندا ده بفرق نقط بسيطة. وقتها سمعنا الباندا بيقول انا مش مصدق اني خسرت على ايد واحد مش بيعرف حتى يستخدم قدراته، وبتظهر مربعات حوالين جسمه والمربعات دي بتبدأ تختفي واحدة ورا التانية وبيختفي معاها الباندا، ودي كانت صدمة لكنامي اللي مش فاهم اي حاجة، كل اللي شافه هي علامات للمربعات دي اللي كانت حوالين جسم الباندا واللي سابت علامات مكانها في الارض والجدار اللي كان ساند عليه. بعدها بنشوف كنامي وهو بيكلم المستشفى علشان تبعت اسعاف لكيودا وبيجري علشان يروح يقول له ان الموضوع خلص خلاص، بس الغريب انه ما بيلاقيهوش وبيتصدم لما بيشوف علامات لنفس المربعات اللي ظهرت على الباندا لما خسر، فبيقع من طوله وبيلاقي في رسالة كانت مبعوثة ليه على اللعبة من كيودا وبيكون مكتوب فيها اجمد وخليك مكمل للاخر. وهنا بنشوف دموع كنامي وحزنه لما عرف ان كيودا
كيودا خلاص مات جوه اللعبة. في الوقت ده رحنا للبنت اللي اسمها شوكا اللي بتشوف رسالة وصلت لها من اللعبة بتقول لها ان كانامي قدر يتغلب على الصيادين المستجدين، فهي بتضحك وبتتمنى انهم يلعبوا مع بعض في وقت من الاوقات. بعدها بنشوف تليفون صاحبنا وهو جاي عليه رسالة بتعرفه انه فاز بالمباراة وكسب 10 نقط وتصنيفه بقى دي 3، وكمان خاصية الجاتشا اتفتحت، وبيأكدوا له ان كيودا وهامادا خلاص ماتوا. فبيقول انا لوحدي دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ ويا ترى لعبة داروين دي عايزة ايه مني؟ بيشوف على شاشة التليفون انه كسب غرض نادر، ولما بيدوس عليه بيطلع له مسدس على الشاشة، وبيسمع بعدها صوت حاجة وقعت عند الباب، فبيروح يشوف في ايه وبيلاقي انها كرتونة، ولما بيفتحها بيلاقي جواها المسدس. فبيقول في نفسه انا بكره اللعبة دي بس لازم ادور وراها علشان اعرف ازاي اخرج منها. بعدها بنروح لمكان اسمه اكيتا كاي واللي كان مليان جثث، وبيكون في واحد ومعاه 2 اتباعه هم السبب في اللي حصل ده. ركبته بيكلم الشخص المسؤول عن اللي حصل وبيشتمه، فالتاني بيضربه برجله وبيقول له انا قتلت زعيمك وكل الموجودين هنا. فقال له ما علشان كده انا هنتقم منك، وبيسحب سكينه وبيجي يهجم عليه، بس الغريب ان صوابع ايده بتتقطع من غير ما حد يلمسه، وبنشوفهم بيضحكوا عليه. بعدها بنشوف ليزر طالع من عين الشخص ده وبيقطع بيه رقبته، وفي واحد من اتباعه بيقول له ان دلوقتي شوبيا بتنتمي لعشيره ايس، فبيرد عليه وبيقول له ما تفرحش، وبيفتح تليفونه وبنشوف صوره للمربعات اللي كانت خلصت على الباندا وكيودا وهي سايبه علامات في الارض على شكل بني ادم، وهنا بنفهم ان الاشكال دي اصلا ناس خسرت في اللعبه وماتت. المهم يا صديقي ان الزعيم بتاعهم ده بيقول له لسه في حاجات لازم نتخلص منها، فالتاني بيرد عليه وبيقول له ان اللي بيعمل كده يا اما نادي دانجو يا اتحاد كانهيرا، فايه رايك نخلص على المجموعتين دول؟ فبيقول له لا مش هنقدر نعمل كده، احنا هنستهدف اعدائنا بس، وده لان عشيرتنا كويسه وبتحمي شيبويا، وبيطلب منهم يجمعوا كل ارقام المجموعات دي علشان ناوي يلبسهم مشكله في المكان ده. بعدها بنرجع لشوكا وبنشوفها وهي بتعد كام واحد خسر في المكان ومات، وبيطلعوا 12، فبتصورهم وبتقول في نفسها لو في شخص واحد قدر يخلص على كل دول فشكلي ممكن اروح اصطاده، وبيجي لها رساله على التليفون وبتمشي. بعدها بنروح لكانامي اللي بيكون رايح يقابل حد في مصنع مهجور بالليل، وبيلاقي ورق متعلق بيعرفه يمشي انهي اتجاه، فبيحس ان ده ممكن يكون فخ، وبتجيله رساله مكتوب فيها لو انت محتاج مساعدتي كمل، ولو خايف تقدر ترجع لبيتك. فبيكمل مشي لحد ما بيسمع صوت بيقول له تقدر تقف عندك، فبيقف فعلا وبيتلفت حواليه بس ما بيبقاش شايف حد، وفجأة بتظهر شوكا قدامه، فهو بيكون مستغرب وبيسألها هي طلعت منين دي؟ ما كنتش متوقع ان اقابل بنت جميلة زي دي في مكان زي ده، وبيسألها اذا كانت هتقول له كل حاجة عن لعبة داروين دي، فبتقول له اكيد هقول لك بس لو كنت اهل للثقة دي، بس بما انك مشيت كل المسافة دي فانا هعرفك حاجة واحدة من غير شروط، وبتقول له اسأل سؤال واحد، فبيفكر شوية وبيقول لها ازاي انسحب من اللعبة، فبتقول له انت مش سألتني السؤال ده امبارح في الرسايل وانا قلت لك مفيش خاصية بتخليك تقدر تنسحب من اللعبة، عامة لو عايز تنسحب لازم تتخلى عن حياتك، او بمعنى اصح لازم تموت. فصاحبنا بيقول اللعبة دي مجنونة، حتى لو انا ما عملتش حاجة هتعرض للهجوم، وانا مش عايز كده، مش عايز اموت مقتول. فشوكا بتقول له خلاص اكسب، لو كسبت وقتلت اللي قدامك هتفضل عايش. فبيقول لها طب لو انا عايز اتجنب مواجهة اللاعبين علشان محدش يهجم عليا اعمل ايه؟ فبتقول له في طريقة بس مش هقول لك عليها غير لما اثق فيك. فبيقول لها طيب اكسب ثقتك دي ازاي يعني؟ فبتطلب منه يعرفها على السجل بتاعه ويخليها تشوفه لانها مش هتقدر تثق فيه غير بكده. فبطلنا ما بيبقاش فاهم حاجة وبيقول لها هو ده مصطلح جوه اللعبة ولا ايه؟ فبتقول له ان السجل ده هو التطور اللي التعبان منحه ليك بعد ما عضك، وده هتستخدمه علشان تقاتل بيه. فبيقول لها انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه بصراحة. فبتقول له حتى لو ما تعرفش المفروض تكون قادر تستخدمه بشكل طبيعي لان ده زي الهواء اللي انت بتتنفسه بالظبط. وبتطلب منه يدخل على الملف بتاعه في اللعبة وهو هيعرف السجل بتاعه، وفعلا بيدخل على الملف بتاعه بس بيلاقي مكتوب خطأ وان اللعبة مش قادرة تحلل السجل الخاص بيه. فبيقول لها بس هي مش بتصدقه ولون عينها بيتغير للاحمر وبتشك فيه. فبيقول لها والله ما انا عارف في ايه، كل اللي انا اعرفه ان مش عايز ادخل معاك في قتال. فبتقول له خلاص وريني انت حاطط ايه جوه الشنطة بتاعتك دي، ولو ما كانش فيها اسلحة هخليك تمشي. فالمعلم بيفتكر وهو جاي يقابلها انه ساب المسدس في البيت علشان لو الشرطة قابلته، وراح اشترى شوية حاجات يدافع بيها عن نفسه لو اضطر يعني. فبيقول لها الشنطة مفيش فيها غير اسلحة بسيطة. فبتقول له يبقى هقتلك هنا، وبتتحداه في اللعبة. فصاحبنا بيطلع كشاف وبيسلطه في عينها وبيطلع يجري. فهي بتقول له انت بتجري ليه؟ انت مش المفروض راجل؟ قال لها راجل ولا ست بقى مش هتفرق، المهم انفد بجلدي. فهي بتدوس على جهاز موجود معاها في الباب بتاع المصنع وبيبدأ يتقفل، وبتهجم عليه بالسلسلة اللي معاها، بس هو بيقدر يتفاداها بسرعة وبيستغل انها مش شايفة بسبب الكشاف اللي جه في عينها. بعدها بيجري في اي حتة علشان يستخبى،
تستخبى، ولما بترجع تفتح عينيها تاني بتشغل كل النور اللي موجود في المصنع، وفجأة بتشوفه وهو بيجري، فبتقول له ما تحاولش كل البيبان هنا مقفولة، وبتهجم عليه بس هو بيتفاداها للمرة التانية، ولما بيحاول يطلع سائق من الشنطة بتمسكه بالسلسلة اللي معاها وبتكسره، فبيلاحظ انها بتتحكم في السلاسل دي، وبيفهم ان السجل بتاعها هو التحكم فيها، وانه حتى لو عرف يتفاداها مش هيعرف يتغلب عليها علشان هو لسه ما يعرفش قدرته ايه، وبيقول انا عملت كل اللي اقدر عليه لكن برضه مش عارف ازاي اهزمها. بس فجأة في صوت بيطلع من جواه بيقول له لا انت ما عملتش لسه كل اللي تقدر عليه، فبطلنا بيستغرب وبيقول لو بس معايا سلاح كان زمان عرفت ادافع عن نفسي، وبيفتكر رسالة كيودا لما قال له اجمد وخليك مكمل، وفجأة عينه بتنور وبيظهر عروق بيضة في ايده، ومن غير سابق انذار بيلاقي المسدس ظهر معاه، فبيلف وبيضرب طلقة على شوكة بس هي بتصدها وهي مش فاهمة ايه اللي حصل ده، وبيكمل صاحبنا جري وبيلاقي المسدس ده ظهر في ايدي فجأة، انا متأكد ان سبته في البيت، معقولة ده يكون السجل بتاعي؟ وبنشوف السلاسل بتاعت شوكة وهي بتهجم على كنامي وبتجرحه في دراعه، فصاحبنا بيجري يستخبى وبيربط قماش على الجرح، وبنشوف بعدها شوكة وهي بتهجم على كل الاماكن اللي موجودة في المصنع بشكل عشوائي علشان تجبره يخرج من مكانه، وفي الوقت ده كنامي كان بيفكر هيعمل ايه في الورطة دي، وبيفهم بعدها ان السجل بتاعه هو صنع الاسلحة، فبيضحك وعينه لونها بتتغير وبيظهر نفس العروق البيضة في ايده، وبتسمع شوكة صوت ضرب نار فبتحدد مكانه، لكن لما بتروح هناك مش بتلاقيه، بس بتشوف المسدس وهو مربوط في عمود، صاحبنا كان واقف ورا عمود تاني ورابط الزناد بتاع المسدس بحبل، وكل ما بيشده بيضرب طلقة على لوحة مفاتيح الإضاءة بتاعة المصنع لحد ما النور كله بيتقطع، ساعتها بيهجم على شوكة وهي بتحس بيه فبتهاجمه بالسلاسل وبتجرحه في عينه، بس هو بيكمل وبيتصدى لكل ضرباتها، ولما بيقرب منها عينه بتزرق وبيظهر في ايده صاعق كهرباء بيخبطها بيه، وبيكرر نفس اللي عمله اول مرة وبيظهر المسدس في ايده، وبيقول لها انا دلوقتي كسبت ولازم تسمعي كلامي، فبتقول له لو ما قتلتنيش انا هقتلك، فبيقول لها انا بتصرف على طريقتي ويا ريت تنهي اللعبة دي لو ما كنتش عايزة تموتي عن طريق المربعات، فبتستغرب وبتقول له انت تقصد اني افقد كل النقط؟ فبيقول لها ما اعرفش تقصدي ايه، المهم خلص اللعبة دي دلوقتي، فبتقول في نفسها ده شكله ما يعرفش حاجة عن اللعبة بجد، بس مع ذلك هو قوي جدا، وبتقول له ان بمجرد ما تبدأ اللعبة ما بتقفش غير بموت حد فينا، بس في طريقة واحدة وهي انها هتستسلم، لكن في الحالة دي هتطيع كل اوامر كنامي، وفعلا بتستسلم وبتقول له ان في نقاط اتخصمت منها وراحت له هو، فهو بيقول الحمد لله وبيغمى عليه، وبنشوفه هو نايم على رجليها وبتبص له وبتبتسم، في الوقت ده بنشوف شاشات كتير متوصلة بيها تليفونات كتير برضه، وبتكون في بنت قاعدة على كرسي وشايفة كل اللي حصل مع كنامي، وبتقول انه ما قدرش يكسب الباندا وبس، لا ده كسب شوكة اللي عمرها ما اتهزمت قبل كده، وشكله قوته من الدرجة الاولى، والسجل بتاعه بيظهر الحاجات اللي هو بيعوزها، ده مش خداع بصري، وبتقول شكلها قدرة جديدة محدش يعرف عنها حاجة، وبتفرح علشان من زمان ما قدرتش تجيب معلومات زي دي علشان تبيعها مقابل نقط كتير. بعدها بنشوف كنامي وشوكة تاني يوم خارجين مع بعض، وبتقول له ان في حاجة اسمها الملجأ في اللعبة، لو استخدمته محدش يعرف يهجم عليك لمدة اسبوع كامل، لكن تكلفته 10 نقط، بس لازم ياخد باله ان لو في حد وقف قدامه وتحداه الملجأ مش هيعمل له حاجة، وكمان يقدر انه يستبدل النقط بفلوس، بس بتنصحه انه ما يعملش كده غير وقت الضرورة. بعدها بيتفقوا انهم يكونوا عشيرة مع بعض جوه اللعبة، وعلشان يعملوها لازم كنامي يكون تصنيفه B2 وهو لسه B3، وبتطلب منه يشد حيله شوية، فبيقول لها ما انت تصنيفك A4 اعمليها انت، فبترد عليه وبتفهمه ان الراجل هو الوحيد اللي يقدر يكون عشيرة. بعدها بتسلم عليه وبتقول له انا همشي دلوقتي وهبعت لك رسالة النهاردة. بعدها بنشوف رسالة وصلت لكنامي من اللعبة وبتكون دعوة للبحث عن كنز، وبالليل بنشوف واحد بيواجه بنت لابس قناع في قفص، بس هي بتتفادى هجماته بسهولة وبتقدر تتغلب عليه، ولما بيقع على الارض بيقول لها انت قوية جدا زي ما توقعت، وبيسألها اذا كانت هي اللي قتلت ال 12 واحد اللي في شيبويا، لان عشيرته وعشيرة ايس شاكين في بعض، ده غير ان الفضول عنده بيزيد وعايز يعرف مين اللي عمل كده، وكمان سمع ان في صياد جديد هزم الباندا، ده غير ان في لاعبين كتير بدأ يجيلهم اشعارات عن حدث جديد هيبدأ قريب، بس هي ما بتردش عليه، ولما بيقوم بتكون اختفت من مكانها، والواد ده يقصد بكلامه بطلنا، والحدث هو الكنز اللي اتبعت له اشعار بيه. وتاني يوم بنشوف كنامي واقف عند تمثال متغطى ومستني شوكة تجيله بتاخده علشان يشوفوا الحدث اللي هيقام في شيبويا، وبيروحوا عند منتزه كده في المدينة، ولما بيسألها هو ده ليه علاقة بلعبة داروين بتحط ايدها على وشه وبتقول له اوعى تذكر اللعبة دي كتير علشان ما تموتش، وبنفهم هنا ان دي قاعدة من ضمن القواعد المحظورة في اللعبة، واللي من ضمنها كمان ان ممنوع على اي لاعب يكشف اي معلومة عن اللعبة دي، وبتحذره انه ما يعملش كده علشان حسابه هيتحذف وهيتم نقله
بشكل اجباري، او بمعنى اصح هيموت عن طريق المربعات اللي موتت الباندا غصب عنه، وطلبت منه ان في خلال الفترة دي لازم ياخد باله طول ما هو في شيبويا، وده علشان ال 12 واحد اللي ماتوا هناك التمثال اللي كان متغطي ده مكان موتهم. ولما سألها عن سبب لعبها للعبة ما رضيتش تقول له، وبتغير الموضوع وبتقول له ان شيبويا منطقة بتخص عشيرة شريرة اسمها ايس. بعدها بتاخده وبتروح تشتري هدوم لنفسها، وبعد ما بتغير بتخرج تاخد رأيه في ذوقها، فصاحبنا بيهنج تقريبا ووشه بيحمر وبيقول لها شكله حلو عليكي، فبتفرح وبتقول له خلاص هشتريه. بعدها بنشوف واحد بيتكلم في التليفون مع البنت اللي كانت قاعدة بتجمع معلومات عن كانامي، وبتقول له انه احتمال يشارك في حدث شيبويا بنسبة كبيرة، فبيسألها اذا كانت هتبيع المعلومات دي لحد تاني، فبتقول له لحد دلوقتي لا، بس ممكن ابيعها لاتنين كمان ولا حاجة. فبيقول لها مش مهم، طالما انا الاول مش هتفرق معايا، لو قدرت اصطاده قبل اي حد هتكون صفقة كويسة بالنسبة لي. فسألته عن دعوة الكنز اللي اتبعتت ليها هي وباقي اللاعبين، فبيرد عليها وبيقول لها كل اللي انا عرفته انها وصلت لعدد معين من اللاعبين بس مش كلهم، وسلام بقى دلوقتي لازم اشوف كانامي ده فين قبل ما تبيع المعلومات دي لحد تاني. بعدها بنشوف كانامي واقف فاتح اللعبة وبيفكر في اللي حصل معاه، وفجأة بيجي الواد اللي كان بيكلم البنت وبياخد منه التليفون وبيقول له تعالى نتكلم شوية، وبنشوفهم ماشيين ورا بعض، وكانامي بيسأله احنا رايحين فين، فبيقول له اسكت وتعالى ورايا لو كنت حابب تاخد تليفونك. فكانامي بيكون خايف لا يعمل حاجة في اللعبة، لكن بيقول له ما تقلقش، مفيش لاعب يقدر يلعب اللعبة بتليفون حد تاني، كل اللي هيحصل له لو خسر تليفونه مش هيقدر يحدد مكان خصومه عن طريق الخريطة، ومش هيعرف اذا كان حد اتحداه في معركة ولا لا، يعني لو تليفونه ضاع هيخسر حياته. فكانامي بيقول له لو ده كل اللي انت عايزه فشكرا، وبيطلب منه يرجع له التليفون، لكن التاني بيقول له اصبر على رزقك وما تستعجلش، انت عرفت ان الناس بتتكلم عن المستجد اللي هزم الباندا وشوكة ومستغربين علشان مش من المعتاد ان في لاعب يكسب اول نزال ليه لوحده من غير مساعدة حد، ده غير انه هزم اتنين مشهورين في اللعبة، وبيكون مستغرب انه قدر يهزم شوكة اللي وصلت للتصنيف الاول من غير اي هزيمة، وعلشان كده من الطبيعي ان اكون عايز اواجهك. وبيرمي له تليفونه وبيفتح اللعبة وبيصدمه انه بيختار مواجهته دلوقتي، وبيهجم عليه بكذا لكمة، بس كانامي بيحاول يتفاداها، بس في الاخر بياخد له بوكس محترم وبيقع على الارض. بعدها بنشوف شوكة خرجت تدور على كانامي لكنها مش لاقياه، وبيجي لها اتصال من البنت اللي بتجمع المعلومات وبتقول لها انا خلصت تدوير ورا اللاعب اللي انت سألتني عليه، لكن نادي دينجو للملاكمة ملوش علاقة بالموضوع ده، انا لسه بدور في عشيرة ايس بس ما عرفتش كتير عن الشخص اللي انضم ليهم جديد. وهنا نعرف ان البنت اللي بتدور على المعلومات دي تبع شوكة، وان كل اللي تعرفه عن الشخص اللي انضم للعشيرة جديد ده ان لقبه لهيب الشيطان، وهي متأكدة ان الشخص ده مش هو المطلوب، ده غير انها مش عارفة تجمع معلومات عن وانج علشان اللي واقف قصاده مات، فشوكة بتطلب منها تكمل تدوير وراه وكمان تدور ورا نادي دينجو للملاكمة، ولو نجحت تجمع لها معلومات مهمة هتدفع لها 3 أضعاف الفلوس اللي كانت هتدفعها لها. فبتقول لها ماشي، وبتعرفها ان عندها معلومات عن كانامي اللي وقتها بنشوفه واقع على الارض والتاني بيتريق عليه، بس كانامي قال له ما تتغرش في نفسك، واستخدم قوته علشان يظهر صاعق في ايده يضربه بيه، وبيهجم عليه بس التاني بيمسك ايده وبيخبطه بالركبة في وشه، وبعدها بيتفاجئ ان كانامي اخد تليفونه لما كان بيضربه وحط عليه الصاعق، وبيهدده انه لو ما انسحبش دلوقتي هيدمر له تليفونه، لكن من غير سابق انذار بنشوف السلاسل بتاعت شوكة وهي بتهجم عليه في ثواني، بتظهر بعدها علشان المعلم ده يلاقي نفسه في موقف لا يحسد عليه، الاتنين ضده وخلاص كانوا هيخلصوا عليه في ثانية، فهنا الواد قرر يستسلم وينجو بحياته. بعدها كانامي بيديله تليفونه وبنعرف ان اسمه انوكاي من نادي دينجو للملاكمة، وبنشوف اشعار من اللعبة وصل لكانامي، ولما بيفتحه بيلاقي ان حدث البحث عن الكنز هيبدأ كمان دقيقة، فانوكاي بيقول له ان هو كمان جاله الاشعار ده، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما الوقت يخلص، وفجأة كده بيظهر حوالين اجسامهم مربعات، وبنفهم انها هتنقلهم لمكان تاني هيحصل فيه الحدث. فشوكا بتقول لكانامي انهم هيتفرقوا ولازم يلاقوا بعض على طول، ولسه هيقول لها تمام بيلاقي نفسه انتقل لأوضة تانية، وبنشوف بعدها البنت اللي بتجمع معلومات بعد ما انتقلت لأوضة شبه اللي كانامي فيها برضه، وبتبدأ تقرأ قواعد الحدث، وبنفهم انه حدث لجمع اساور غريبة كده، وان اللاعب اللي مش هيقدر يجمع 3 اساور في الوقت المحدد هيموت. اللعبة اكيد مش هتوفر عدد اساور على قد عدد اللعيبة، يعني بمعنى اصح ان في ناس هتواجه بعض علشان تحافظ على الاساور اللي هتلاقيها او تستولي عليها. بعدها بنروح لوانج اللي كان من ضمن المشاركين في الحدث واللي كان فرحان علشان الحدث في مدينة شيبويا اللي هو مستولي عليها، وبنشوف بنت واقفة وراه وبنعرف منها ان وانج قائد عشيرة ايس، وبتقول في نفسها انا مش هستنى وهروح اموته دلوقتي، وفعلا بترمي ورقة عنده، لكنها لما بتقرب منه بياخد باله منها وبيقول لها انت عاوزة تموتي ولا ايه؟ فبتقول له لا وانت الصادق مفيش حد هيموت هنا غيرك، والورقة فجأة بتولع وبيطلع
منها نار درجتها فوق ال 4000 درجة، ولسه بتقول له انا هحرقك. بيحصل انفجار وبنشوفها واقعة من البرج وبتنزل ميتة، ووقتها بنشوف ان عدد اللاعبين المشاركين في الحدث كان 300 ونقص واحد اللي هي البنت اللي ماتت دي. في نفس الوقت بنشوف الناس اللي متجمعة حوالين الرسم او الشكل اللي بيظهر لما حد بيموت، وقاعدين بيصوروا، وشوكا كانت واحدة من اللي واقفين دول. وفجأة بنسمع صوت صدى غريب، بعدها كل الناس ملامحها بتتغير وبتمشي زي ما يكون في حاجة بتتحكم فيهم. فشوكا بتستنتج ان اللعبة اللي عملت كده علشان مش عايزة حد يدخل في الحدث. وبعدها بنشوف كانامي وهو بيتفرج على اعلان مبعوت له من اللعبة، وبيكون بيشرح الحدث والقواعد، واللي من ضمنها ان مدة الحدث 24 ساعة. خاصية البحث عن لاعب تاني مش موجودة، وفي 7 انواع من الاساور متوزعة في المنطقة، والسبع انواع دول ممكن تستبدلهم بنقط. وعلشان يعرفوا يوصلوا للاساور دي ممكن يستخدموا خاصية الخريطة او الميزة الجديدة اللي هي كاميرا الواقع البديل، بس لازم ياخدوا بالهم ورجليهم ما تخطيش بره منطقة الحدث دي علشان ما يموتوش. فصاحبنا بيتضايق من اللعبة وقوانينها، وبيحاول يرن على شوكا بس بيكون رقمها مقفول، فبيفتكر انه ما بيقدرش يتواصل مع حد بره التطبيق، وبيضطر يبعت لها رسالة. في نفس الوقت بتظهر له رسالة من اللعبة بتقول له ان في 300 لاعب و300 صور. فكانامي بيقول في نفسه ده كده اكتر من نص العدد هيموتوا. بيفتح الخريطة علشان يعرف مكان الاسورة دي، بيلاقيها ظاهرة بس مش واضح في انهي مكان بالظبط، فبيقرر يستخدم كاميرا الواقع البديل. ولما بيبص فيها بيشوف ان المدينة متدمرة ومش بيفهم حاجة، بس بياخد باله ان في الوان حمراء كده متوزعة في كل مكان. ولما بيبص في الأوضة عنده بيشوف لون احمر جاي من تحت السرير، فبيبص تحته وفعلا بيلاقي اسورة، فبيلبسها وبيكون شكلها مختلف لما بيبص عليها من تطبيق الكاميرا اللي في اللعبة، وبيكون عليها ياقوتة كده لونها احمر، ودي قيمتها في اللعبة 500 نقطة. بيقرر يخرج من الأوضة اللي هو فيها، واول ما بيفتح الباب بيلاقي علامات موجودة على الارض مكان لاعب ميت، فبيعرف ان في لاعبة جنبه. ولما بيبص في تليفونه عن طريق الكاميرا بيشوف علامات حمراء كتير، وبيعرف ان دي اسورة موجودة في ايد لاعبة بتتحرك بيها، وحاليا في واحد منهم بيقرب عليه، فبيطلع يجري ناحية سلم الطوارئ. وقبل ما بينزل قال استنى اما اشوف مين اللي جاي ناحيتي، واستخدم قوته علشان يصنع مسدس. ولسه بيقول المسدس ده هيحميني، شاف واحد ماسك رشاش بيبص عليه، وعينك ما تشوف الا النور بقى، ضرب عليه نار. وصاحبنا طلع يجري على السلم على طول، بس بيلاقي الطريق مسدود، فبيكمل جري في ناحية تانية، واللاعب بيشوفه وبيضرب عليه نار بس ما بتجيش فيه حاجة. كانامي بيوصل عند الاسانسير بس مش بيلحق يركب فيه علشان التاني بيكون ثبته، وبيقول له انت حظك وحش ونهايتك هتكون على ايدي. فبيطلب منه يستنى وما يموتوش وهو هيديله الاسوره، وفعلا بيرميها ليه والتاني بياخدها من على الارض، لكن برضه كان عايز يموته لولا ان الخزنه بتاعته كانت فضيت. فصاحبنا بيلف وبيقول له ارمي سلاحك، لكن التاني ولا معبره، عمر السلاح اللي معاه وقال له لو عايز تضرب اضرب، بس ايده كانت بترتعش من الخوف. فبطلنا بيصعب على الواد وبيقول له انا لو قتلتك هضيع الرصاص اللي معايا، وركب الاسانسير ونزل. كانامي وقع على الارض وكان متضايق من اللي حصل ده. بعدها بيقف عند الاسانسير وبيطلبه علشان ينزل وبيمشي، بس البنت اللي بتجمع معلومات جت وراه بسرعه وقالت له انصحك ما تركبش الاسانسير ده لو كنت عايز تعيش. فهو ما بيكونش فاهم هي تقصد ايه. ولما الاسانسير بيوصل لعنده والباب بيتفتح بيشوف اللاعب اللي كان بيواجهه وهو ميت وفي نبات مغطي جسمه، فبيسالها ده ايه ده، فبتقول له كل اللاعبين اللي هنا محبوسين، وغالبا دي قدره واحد منهم محدش يعرفها، واللي استخدمها سد كل المداخل والمخارج علشان محدش يطلع. اللاعبين اللي في الفندق حوالي 25 بس بالوضع ده محدش هيعيش منهم. بعدها بتعرفوا ان اسمها رين وانها معروفه بتحليل وجمع المعلومات، وبتقترح على كانامي انهم يتعاونوا مع بعض لحد ما يخرجوا من المكان ده. بعدها بنشوف ناس كتيره واقفه تتفرج على شاشه كبيره، وفي واحد بيقول ان الحدث بدأ من شويه. اعلى واحد محقق مكاسب في الحدث هو شوكا اللي جمعت 6 اساور. وبنشوف البنت اللي كانت لابسه قناع واقفه تتفرج على الحدث وجنبها راجل عجوز. وبنسمع على لسان المعلق ان تاني شخص مرشح انه يكسب يبقى وانج قائد عشيره ايس، واللي معاه 5 اساور وعشيرته جمعت لحد دلوقتي 18 سوار. في الوقت ده بيتكلم عن برج شيبويا المركزي واللي بيحصل هناك، وده البرج اللي كانامي فيه. بعدها بنشوف واحده جايه من ورا البنت المقنعه والراجل العجوز، وبتقول دي اول مره اشوفك فيها هنا، اتمنى انك تفوز. فبيسالها هي مين دي، وبيعرف ان اسمها شيمي. وبنشوفهم بعدها وهم بيتفرجوا على معركه بيكون فيها 4 ضد شوكا، بس شوكا بتقدر تتفادى هجماتهم بكل سهوله وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. وبتقول كانامي زمانه في المبنى دلوقتي بس انا مش قلقانه عليه، زمانه معاه 10 اسوره ولا حاجه. لا وانت الصادقه يا اختي، كانامي من اول قلم سلم السوار اللي معاه. بعدها بنشوف الناس وهي مش مصدقه اللي شوكا عملته، وبنسمع البنت المقنعه والراجل العجوز وهم بيمدحوا فيها،
فشيمي قالت لهم انها معجبه بيها جدا وبقدراتها. بعدها بنروح لكانامي ورين اللي بتقول له معلومات عنه وعن اللي حصل معاه طول الفتره اللي فاتت بالتفصيل. بيكون مستغرب من كميه المعلومات اللي قدرت تجمعها عنه، فبيضحك وبيوافق انهم يساعدوا بعض، وبيسالها ازاي هيخرجوا من المكان ده. فبتقول له تعالى ننزل عند سلم الطوارئ ونشوف النبات اللي سدد المكان، يمكن نعرف نلاقي مخرج منه. فبيقول لها طب استني، وبيدخل الاسانسير وبيحط ايده على الرشاش اللي كان موجود مع اللاعب اللي مات. بعدها بينزلوا عند النبات بس برضه مش بيلاقوا مخرج. فرين بتحذره وبتقول له ما تلمس النبات ده علشان ممكن يكون فخ زي اللي في الاسانسير. فبيقترح عليها انهم يستخدموا حبل وينزلوا من الشباك، لكنها بتقول له لا مش هينفع بسبب ارتفاع المبنى اللي هم فيه. وهم ماشيين بيشوفوا معالم لجثث كتيره موجوده، وكانامي بيسالها اذا كانت تعرف حاجه عن الشخص اللي سد مخارج المبنى ده وعمل فيها فخاخ باستخدام النبات. فبتقول له ان مفيش حد قبل كده شافه علشان تعرف حاجه عنه، كل اللي تعرفه انه ملقب ببائع الزهور، واسلوبه عباره انه بيصنع افخاخ وبيستني اللعيبه يقعوا فيها، وطول ما هم في الادوار اللي فوق فهم في امان، كل ما هينزلوا تحت هيبقوا في خطر. وفي اللحظه دي كانامي بيبص في كاميرا الواقع البديل وبيشوف ان في 2 جايين ناحيتهم، فبيمسك ايد رين وبيطلعوا يجروا وبيقول لها دول جايين ورانا. وبنشوف ان اللاعبين اللي المفروض ماتوا جوه الاسانسير لسه عايشين، واللي ماسك الرشاش بيضرب عليهم نار. فرين بتطلع قنبله ضوئيه وبترميها عليهم وبعدها بيختفوا. على الجانب الاخر بنشوف كانامي وهو بيضرب نار بالمسدس بتاعه على كل كاميرات المراقبه اللي بتقابله. فجاه رين بتقول له ان في 2 جايين ناحيتهم. بعدها بنشوف واحد بيراقبهم عن طريق كاميرات المراقبه، بيقول انهم قادرين يحددوا مواقع جنوده عن طريق الاساور. كانامي وقتها كان لسه بيضرب نار على كل الكاميرات، فالواد ده بيقرر انه يفرق جنوده عن بعض علشان يلاقيهم بسهوله، وكده كده هو مش فارق معاه الجنود لانه بيقدر يستبدلهم في اي وقت، ولو حد فيهم اتقتل هيكون سهل عليه يحدد مكانهم وقتها. وفعلا بيدوهم امر انهم يتحركوا في كل مكان. في الوقت ده بنشوف كانامي ورين قاعدين مستخبيين في اوضه وفاتحين تليفوناتهم على الكاميرا علشان يحددوا مكانهم عن طريق الاساور. وبعد ما بيمشوا كانامي بيقول لها احنا فضلنا عايشين لحد دلوقتي بفضل ذكائك، لكنها بتقول له ما تفرحش قوي كده، احنا نسبه موتنا في الحدث ده وصلت ل 80%. وبنشوف بعدها اللاعب ده وهو بيبص في الكاميرات اللي لسه شغاله وبيقول يا ترى هم راحوا فين، وبيشك انهم دخلوا في اوضه من الاوض دي، وده لان كانامي كان بيكسر الكاميرات اللي بيشوفها علشان ما يعرفش هيدخلوا انهي اوضه. ولما بيفكر في اماكن الكاميرات اللي اتكسرت بيقدر يحدد طريق بيوصله لمكان الاوضه المعينه اللي هم فيها، وبيقول احتمال كبير يكونوا هنا، وبيخلي الجنود تروح على هناك. لكن لما بيدخلوا مش بيلاقوا حد فيها، وفجاه بنسمع صوت انفجار كبير وبنعرف ان رين هي اللي عملت الانفجار ده عند السلم علشان تتخلص من النبات. بس القنابل اللي استخدمتها ما بتكونش كفايه، واللاعب بيحدد مكانها على الكاميرات وبيبعد الجنود على هناك. فجأة كده بتظهر قدامهم قنبلة ضوئية، رين بتستخدم الصاعق بتاع كانامي وبتطلع تجري، ولما بيضربوا نار عليها بتتفادى الرصاص بسهولة، وبتقول لهم دلوقتي في 4 جايين ورايا زي ما خططنا بالظبط. وبتفضل تطلع على السلم لحد ما بتوصل للدور ال40 وهم بيكونوا وراها وبيضربوا نار عليها بس بتستخبى منهم. وبعدها بتقوم تجري وبنشوفها وهي بتتفادى كل الطلق اللي بيتضرب عليها بسهولة، وبنعرف ان دي قدرتها واللي اسمها لابلس، واللي بتخليها تتوقع حركات اللي واقف قدامها من قبل ما يعملها. بعدها بتطلع من الشنطه اللي معاها بندقيه قنص وبتضرب على واحد بتموته. وبنشوف اللاعب المجهول اللي لسه حاليا بيراقبها في الكاميرات وبيقول انا ما كنتش اعرف انها بالقوه دي، وغير كده انا شايل هم صاحبها ومش عارف هو فين هو كمان. وفجاه بيسمع صوت انفجار تاني، وقتها بيكون كانامي نزل للدور الاول عن طريق كسره لشباك الاوضه ونزله بحبل منها، وبنشوفه وهو رايح عند اوضه المراقبه وبيقول ان بائع الزهور اكيد كان بيراقبهم عن طريق كاميرات المراقبه دي، وبيتاكد لما بيشوف على باب الاوضه نبات فبيستخدم قدرته وبيصنع قنبله علشان يشيله. بس فجاه بنلاقي النبات بيتشال من على الباب لوحده وبائع الزهور بيخرج من الاوضه وبيقول له مفيش داعي انك تستخدم قنابل، انا هو قدامك، وفر اسلحتك واستخدمها في المعركه علشان واحد فينا هيموت دلوقتي وممكن احنا الاتنين نموت، من عالم، بس قبل اي حاجه قول لي ايه السبب اللي مخليك تلعب اللعبه دي. فبيقول له مفيش سبب، انا لعبتها بالغلط. فالتاني بيقول له انا بقى بلعبها علشان عايز فلوس. وبنشوف النبات وهو بيغطي جسمه لحد ما بيصنع منه درع، فكانامي بسرعه بيحدف عليه القنبله بس ما بتاثرش فيه، وفجاه لقاه بيهجم عليه، بس صاحبنا بيفلت من الضربه بصعوبه وبيكون مش مصدق انه قوي للدرجه دي، ومن غير سابق انذار بيطلع نبات من تحت الارض وبيضرب كانامي لحد ما المسدس بيقع من ايده، فبيصنع رشاش وبيضرب عليه نار بس من غير فايده. البدله اللي مغطياه بتحميه من كل حاجه حتى من الرصاص، وبنشوفه بيستخدم النبات وبيدمر سلاحه، بس كانامي بيرجع يصنع واحد تاني. فبائع الزهور
بيفهم ان قوته هي اعادة تشكيل اي سلاح بيشوفه، لكن المشكلة ان كانامي بيكون واضح عليه التعب وقتها. فالتاني بيقول له واضح ان استخدامك للقوة دي بيستهلك من طاقتك، وكان واضح ان صاحبنا مش عارف هيعمل ايه، وبيقول انا اخري استخدم قوتي دي مرة او مرتين بالكتير، وبيقرر انه يرجع تاني. ولما بائع الزهور بيهجم عليه بيستخدم قنبلة ضوئية وبيختفي من قدامه، بس على مين؟ بائع الزهور بيكسر الجدار وبيطلع لكانامي زي الصاروخ، ويا عيني صاحبنا ما بيلحقش حتى يدافع عن نفسه، بياخد ضربة في بطنه بتحدفه لبعيد، بس بيرجع يقوم ويضرب عليه نار تاني، بس ولا حياة لمن تنادي. بائع الزهور بيعمل درع بيتصدى بيه للطلق كله، وبيقول له انا بحييك على روحك القتالية وصمودك لحد دلوقتي، وبيضربه باستخدام النبات، ومن قوة الضربة الجدار بيكون هيتكسر، وكانامي بيكون واقف على رجله بالعافية ومش عارف هيعمل ايه. وقتها بيسمع صوت جواه وبيشوف واحد بيخبط على الحديد علشان يعيد تشكيله، وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ اخرج من هنا وخلص على اللي انت بدأته. فبيرد عليه وبيقول له مفيش فايدة، مهما حاولت الدرع اللي لابسه بيحميه من كل حاجة. فبيضحك وبيقول شكل الدرع بتاعه قوي لدرجة انه رصاص ما بيأثرش فيه، بس تعرف انت ممكن تعيد تشكيل سلاحك بشكل اقوى وبالطريقة اللي تناسبك. ساعتها كانامي بيفوق وبيشكل طلق جديد وبيحطه في السلاح وبيضرب عليه، وفعلا بيقدر يخترق الدرع بتاعه. وبنفهم ان كانامي زود ضغط ضرب الطلقات مقابل ان عمر السلاح هيقل، وكمان زود كمية البارود الموجودة في الطلق بنسبة 10%. وساعتها بنشوف بائع الزهور بيجري ناحيته علشان يخلص عليه، بس فجأة بيشوف بنت قدامه وبيقع على الارض، وبيقول انا شكلي كده بهلوس ولا ايه؟ في البداية احنا ما كناش عارفين مين البنت دي، لكن لقيناه بيقول في نفسه انا اسف يا سوزوني بس ابوكي شكله هيخسر. بعدها بيطلب منه يخلص عليه، فكانامي بيقول له انت مش خايف من الموت؟ فبيرد عليه وبيقول له انا عندي مشاكل في القلب ومش هعيش اكتر من اللي عشته. فكانامي بيقول له عامة موتك مش هيفيدني كتير، انا بفضل انك تموت من المرض اهون من انك تموت على ايدي، وبيقع من التعب. وبنشوف رين جايه من وراه ورافعه سلاحها على بائع الزهور، وبتقول له ما يتصرفش اي تصرف غريب علشان هتموته، وبتقول له هعرض عليك اتفاق، وبتندهه باسمه الحقيقي واللي هو هيراجي، وبتساله اذا كان يعرف حاجه عن الحدث ده زي عدد الاساور اللي في المبنى اللي هم فيه. فبيقول لها ايوه هم حوالي 24 سوار. فبترد عليه وبتعرفه ان وانج زعيم عشيره ايس مشارك في الحدث، وان المرحله الاولى قربت تخلص واللاعبين الاقوياء قدروا يجمعوا اغلب الاساور، وبالتالي بقى من السهل معرفه اماكنهم بشكل اسرع، وحاليا هم تعبانين وقواهم تكاد تكون مش موجوده، وده هيخليهم فريسه سهله لعشيره زي ايس لما تيجي علشان الاساور اللي في المبنى. فكانامي بيقول الطريقه الوحيده اللي هتخلينا نعيش هي اننا نشكل عشيره عشوائيه تقدر تقف قدام عشيره ايس. في نفس الوقت بنروح لشوكا، وبتكون في بنت واقفه على سطح عماره وماسكه قناصه وعايزه تموتها، بس ما بتعرفش علشان كانت بتتحرك بسرعه، وفجاه بتلاقيها اختفت من قدامها، وفي ثانيه الا ثانيه شوكا بتخلص عليها، ولما بتلاقيش اساور معاها بتسيبها وبتمشي. في الوقت ده بتنزل لنفق تحت الارض كده تدور فيه على حد مستخبي، وبيكون في واحده بنت واقفه بتبص عليها. بعدها بنشوف كانامي نايم وبيحلم انه قاعد مع كيودا في الفصل وبيتكلم معاه، وبيقول له قد ايه هو تعبان، وبيساله عن السبب اللي خلاه يلعب لعبه داروين دي. فبيقول له انت عارف ان عيلتي فقيره وانا كان عليا التزامات كتير، ولما عرفت انك تقدر تكسب فلوس لما تفوز باللعبه دي قررت العبها. وبعدين انت مش فاكر ان انا وانت وهمادا وعدنا بعض لما طلعنا رخصه السواقه اننا هنشتري موتوسيكل ونطلع بيه رحله؟ فبيرد عليه وبيقول له انت غبي، ما كنتش تعمل كده وكنا اشتغلنا اي شغلانه وخلاص. فبيقول له اللي حصل بقى انا غلطت لدرجه ان ورطتكم معايا. وبعدها بيقف وبيشوف الباب اتفتح وهمادا بينده على كيودا علشان يمشوا، فبيقول له جاي معاك اهو. وقبل ما يمشوا بيقول له احنا ما قدرناش نعمل الحاجات دي بس انت تقدر. وقتها كانامي بيصحى والدموع بتكون ماليه عينه، بيلاقي رساله مبعوثه ليه على اللعبه من شوكا، واللي كانت بتقول له فيها انها هتوصل للفندق اللي هو فيه قريب، وبتهزر معاه وبتقول له اللي معاه اساور اقل هيتعاقب. فبيقول عقاب ايه بس انا كنت هموت، هي ازاي مش بتتوتر في المواقف اللي زي دي؟ وبيقوم ياخد شنطته وبيطلع من الاوضه. رين وقتها كانت واقفه مستنياه وبتقول له انت ما نمتش غير 3 ساعات بس. فبيقول لها انا ارتحت خلاص. وبعدين شوكا جاي على هنا وبيسالها عن هيراجي بائع الزهور، فبتقول له انه نزل يصنع حواجز جديده بدل اللي دمرناها، وان عشيره ايس لسه ما خدتش اي خطوه جديده. فبيقول لها طب هاتي بائع الزهور وتعالي علشان نشوف هنعمل ايه. بعدها بنشوف اللاعب اللي كان اخد من كانامي الاسوره وهو عايش ومتكتف من ايده، ولما بيشوف كانامي والاتنين اللي معاه بيقول لهم شكلكم اتحالفتم مع بعض، على العموم انت مش محتاج تقتلني، انت اخدت الاسوره خلاص. فكانامي قال له بص انا هرجع لك السوار بتاعك وكمان هفكك ونرجع لك سلاحك بس بشرط انك ما تغدرش بينا وتكون معانا في الفريق. فالواد بيرفض بحجه انه مش عايز يتعامل مع هيراجي بسبب انه غسل دماغه وسيطر عليه. فكانامي بيقول له ماشي وبيفكه، ورين بتعرفه ان سلاحه بالذخيره في الاسانسير، فشكرهم وقال لهم كنوع من
انواع رد الجميل انا مش ههجم عليكم خلال الحدث. وقتها بنسمع هيراجي بيقول احنا كده عشيرتنا هتبقى 4 بوصول شوكا، وبيسأل رين اذا كانت تعرف وانج معاه كام واحد من عشيرته، فبتقول له مش اقل من 5 وممكن اكتر من كده. وساعتها بنشوف اللاعب ده هيفتح الباب، بس وقف لما سمع اسم وانج وعشيرته. فجأة كده بيرجع يمسك في خناق هيراجي وبيقول له يومكم مش معدي، هو اللي اسمه وانج وعشيرته دول مشاركين في الحدث؟ فرين بتقول له ايوه انا متأكدة انهم موجودين في الحدث هنا، اكيد مش هيتجاهل كمية الاسورة اللي هنا وهيجي علشان ياخدها. فالواد فجأة بيغير رأيه وبيقرر ينضم ليهم، وبنروح بعدها لوانج وعشيرته اللي كانوا قاعدين يسكروا مش في دماغهم حاجة. وبنسمع وانج وهو بيقول احنا معانا 32 سوار دلوقتي وكل واحد فيهم يساوي 500 مليون. فواحد من عشيرته بيسأله عن المكان التاني اللي هم هيهجموا عليه، فبيقول له هنهجم على الفندق علشان في اساور كتير هناك، بس خلونا نستنى لحد بالليل، انا خلاص استدعيت 20 واحد من المشاركين في الحدث وعلى ما يوصلوا هيكون الليل جه، وهنهجم على الفندق وهنستولي على كل حاجة. بعدها بنروح لكانامي اللي بيكون مستغرب من اللاعب بعد خلع القناع اللي كان لابسه، وبيقول له انت شبه واحد صاحبي، وبيسأله عن اسمه، فبيقول له اسمي في اللعبة ريوجي، انا عايز اعرف بقى ايه خطتكم. فبيعرفوا ان هيراجي استخدم قدرته وقفل كل المداخل اللي في المبنى، زي ما تقول كده عمل منه حصن، وانهم دلوقتي معاهم 15 سوار وهيستنوا لما عشيرة ايس تيجي وهيواجهوهم. وفضلوا يتكلموا على الاساور وازاي هيقسموها سوا، لكن في اللحظة دي بتجيله رسالة من شوكا، ولما بيفتحها بيستغرب انها بتطلب منه المساعدة. وقتها بنشوف شوكا وهي بتغرق في المية وما بنبقاش فاهمين حاجة، بس بنرجع نشوفها بعد ما نزلت النفق وحست ان في حد بيراقبها، وفجأة في مية هجمت عليها بطريقة غريبة جدا، بس هي قدرت تتفادى الهجوم، وبتقول اكيد دي قدرة لاعب منهم، بس ما بتبقاش عارفة هو مين وفين. وبترجع المية تهجم عليها، بس هي بتحاول تهرب منها، ولما بتروح للمكان اللي نزلت منه علشان تخرج بتشوف لاعب واقف مستنيها، وبيقول لها اكيد مش هسيبك تهربي، انت فاكرة تدخلي الحمام زي خروجه ولا ايه؟ فبتهجم عليه بالسلاسل بتاعتها، بس اللاعب ده بيظهر قدامه جدار مية، ولما السلاسل بتدخل المية بتتجمد وبتتجمد معاها السلاسل. فشوكا بتتفاجئ وبتهجم عليه بسلسلة تانية على شكل حفار، بس برضه بتتجمد، فبتسيب السلاسل وبتطلع تجري تدور على مخرج تاني. وهنا كانت الصدمة، انها بتلاقي الطريق مسدود والمية بتيجي وراها بسرعة وبتغرقها. وقتها بنرجع لكانامي اللي بيكون فاكر ان شوكا بتهزر معاه، الله يخرب بيتك هزار ايه، البت بتموت مننا. المهم انه بيقول لهم انا رايح اشوف في ايه بيحصل هناك. فرين بتقول له استنى، علشان فعلا لو هي بتواجه مشكلة وتصنيفها ايه فاكيد الشخص اللي بتواجهه ده اخطر مننا كلنا. لكن كانامي برضه بيرفض يتخلى عنها، فريوجي بيقول خلاص انا هروح معاه علشان اساعده. فرين بتقول لهم ماشي، وانا برضه هحاول اساعدكم من فوق بالبندقية اللي معايا. وبنشوف بعدها كانامي ماشي على اللوكيشن اللي بعتته شوكا ليه. ريوجي بيقول له ما فاضلش في الحدث غير 168 لاعب بس والباقي مات، وبيسأله عن سلاحه. فكانامي بيستخدم قدرته وبيشكل رشاش، ولما بيسأله اذا كان يقدر ينسخ اي حاجة بيقول له لا، لما بلمس الحاجة اللي قدامي بس بعرف اذا كنت قادر اصنع نسخة منها ولا لا. وبيسأله عن قدرته، فريوجي بيقول له قدرتي تافهة جدا، وهي اني بعرف اذا كان اللي قدامي بيكذب ولا لا. في الوقت ده بنشوف رين واقفة فوق السطح وبتقول انهم موجودين عند المحطة فهتعرف تساعدهم من مكانها، وبتبص على الاسورة اللي معاها وبتقول انا حاسة ان الموضوع ده في حاجة، لانها شاكة ان الاسورة دي بتشتتهم عن مكان الكنز الحقيقي، وبتاخد بالها ان الاسورة عليها رمز QR كود، فبتعمل سكان عليه بكاميرا اللعبة وبيظهر لها رمز، وبيكون هيراجي جاي يشوفها بتعمل ايه، فبتقول له انا شكلي لقيت دليل هيساعدنا في انهاء الحدث. وبيبداوا يشوفوا كل الاساور وبياخدوا بالهم ان في اساور واخده رقم معين وفي اساور تانية واخده نفس الرقم، وبتكون من نفس النوع اللي هو اسمه التوباز. فرين بتقول في نفسها هو ليه في نوعين من الاساور بيبداوا بنقطة عشرية ونوعين تانيين بيبداوا ب9؟ شكلنا كده هنحتاج نجمع كل الاساور هنا علشان نفهم. بس المشكلة ان الخريطة اللي معاهم مش بتظهر اي دليل يساعدهم. في الوقت ده بيكون اصدقائنا بيدوروا على شوكا. ريوجي اخد باله ان في حد مستخبي ورا العمود، فبيقول له هتظهر نفسك ولا اجيلك؟ فبنسمع صوت بنت بتقول له انا مش معايا سلاح ومش عايزه ادخل في معركه معاكو، وبتظهر نفسها وبتكون البنت اللي كانت بتبص على شوكا من شويه. فريوجي بيقول له انها مش بتكذب، هنعمل ايه دلوقتي؟ فكانامي بيعتذر لها وبيقول له يلا نمشي علشان مفيش قدامنا وقت، وشكلنا كده هنلاقيها في المترو تحت. فبتنده عليهم وبتقول لهم المترو خطير وبتروح وراهم، وهناك بيشوفوا المترو وهو غرقان ميه. ريوجي بيقول له ده اكيد قدره لاعب واكيد هو موجود هنا، وكمان احتمال كبير تكون شوكا ماتت تحت في الميه دي. فكانامي بيقول له اسكت يا ابن الفقريه، وبيقلع التيشيرت وبيقول له هي كده كده خربانه، انا نازل ادور على البت الغلبانه اللي تحت دي. وقال لريوجي لو ما رجعتش بعد 5 دقايق ارجع على الفندق وادي الاساور بتاعتي للبنت اللي واقفه جنبك دي. لكن وقتها بنشوف ريوجي وهو بيبص لها وبيقول لها انا عارف انك كدبتي لما قلت انك ما
تعرفيش حاجة عن اللي بيحصل في المترو، فقولي لي كل اللي تعرفيه احسن. فهي بتستخدم قدرتها وبترش مية عليه من نافورة كانت جنبهم، وكمان بتجمد اجزاء من سلاحه وبتطلع تجري. فريوجي مش بيرضى يضرب عليها نار علشان هو محتاج يعرف منها اللي بيحصل، وبيطلع يجري وراها. وقتها بنشوف شوكا وهي متعلقة في لوحة بس قوتها بتكون انهارت، فايدها بتفلت وبتنزل تحت المية. في نفس الوقت كان ريوجي قدر يوصل للبت اللي بيجري وراها من غير سابق انذار. بيلاقي مية طالعة بتهجم عليه من تحت انابيب الصرف وبتتجمد، فبيضرب نار بشكل عشوائي علشان تخرج من مكانها. وهنا بنشوف واحد معاها اسمه سوتا بيقول لها رش مية تاني عليه وانا هحاول اجمدها، لكنها بترد عليه وبتقول له مش هعرف علشان مفيش مواسير مية جنبه. وبنعرف هنا انهم مع بعض وكل واحد ليه قدرة غير التاني. سوتا بيقدر يجمد المية والبنت هي اللي بتقدر تحركها من مكانها. وقتها ريوجي بيسمع صوت تليفون بيرن، فبيدخل المحل ده اللي جاي منه الصوت وبيشوف تليفون مرمي على الارض. وفجأة بيلاقي ازايز مية انفجرت والمية اللي فيها جت عليه وجمدته. وبيظهر ساعتها سوتا وبيكون عايز يموته، لكن هي بتقول له لا، وبيكتشف ان كل ده فخ منهم. فجأة بنشوف شكل جسمه بيتغير وبيتحول للبنت اللي كنا شفناها واللي بتعيط وبتقول انا مش عايز اقتل حد حتى لو هموت. وما بنبقاش فاهمين هما اتنين جوا بعض ولا ايه. وقتها بنشوف كانامي وهو بيعوم تحت المية لحد ما بيوصل لجدار مصنوع من التلج، فبيصنع مسدس وبيضرب عليه لحد ما بيكسره وبيعدي الناحية التانية. وبينده على شوكا بس هي ما بتردش عليه، فبيبص في الكاميرا وبيعرف مكانها من الاساور وبينزل بسرعة يطلعها من تحت المية. وبيفضل ينده عليها لحد ما بتفوق، فبيحضنها وبيقول لها انا قلقت عليك قوي. فهي بتشكره انه انقذها وبتسأله احنا هنعمل ايه دلوقتي. فبيعرفها انه عمل عشيرة على الماشي كده لحدث يخلص، وانهم لازم يخرجوا من هنا ويرجعوا للفندق بسرعة. فشوكا بتوقفه وبتقول له فاكر لما سألتني عن السبب اللي خلاني العب اللعبة دي؟ فبيقول لها ايوه فاكر. فبتعرفه ان ابوها كان بيلعب اللعبة دي واتقتل هو وامها قدام عينها، علشان كده قررت انها تلعب اللعبة وتنتقم من الشخص اللي قتلهم. ومش بس كده، ده عايزة كمان تقتل اللي صنع اللعبة دي اصلا. وبتسأله اذا كان كرهها بعد ما عرف السبب ده، لكنه طبعا بيقول لها لا، انا كمان عايز اقتل صاحب اللعبة. وبيصنع لها سلاسل شبه اللي كانت معاها. وقتها بنشوف عشيرة ايس وهي بتحضر متفجرات وخلاص ناويين يدخلوا على الفندق ويدمروه. بعدها بنشوف مربعات ظهرت وفيها اساور. وانج بيوصل له رسالة من اللعبة بتقول له ان الدفعة التانية من الاساور جت، فبيقول لرجالته يلا بينا على الفندق. وقتها كان كانامي بيكلم رين على شات اللعبة واللي كانت بتقول له يرجع بسرعة لان اساور الماس ظهرت والوضع هيبقى اخطر من الاول. وبتطلب منه يشوف الرمز اللي على الاسورة معاه. وبنشوف شوكا واقفة تبص للبنت والولد اللي هاجمها في المترو وبتقول لهم انا هسامحكم المرة دي. فبتشكرها وبتستخدم قدرتها علشان تشيل المية اللي على هدومها. وبتقول لهم ان اخوها التوأم سوتا بيعرف يستخدم القدرة دي احسن منها وانه مات في حادثة، بس هي لما لعبت اللعبة دي اتمنت انه يرجع. وفعلا روحه رجعت تاني ودلوقتي هو عايش جواها زي ما قلنا يعني اتنين في بعض. فشوكا بتقول لها انت مثيرة للاهتمام جدا، علشان كده انا هضمك للعشيرة اللي احنا هنعملها انا وكانامي. وفجأة كده بيسمعوا صوت انفجار، فريوجي بيقول شكلهم بدأوا يدوروا على اساور الماس. فشوكا اقترحت عليهم انها تاخد الاساور وتلفت انتباههم على ما يوصلوا للفندق، لكن كانامي قال لها لا، انت لسه ما وصلتش لقوتك الكاملة. وقتها بتوصلوا رسالة من رين بتخلي ملامح وشه تتغير بطريقة غريبة، وقال لهم احنا هنروح نجيب الكنز الحقيقي وننهي الحدث ده دلوقتي. وعلى الجانب الاخر في الفندق بنشوف رين بتقول لهيراجي ان كانامي هيتخلص من الاساور في محاولة منه لانهاء الحدث. وبيكونوا واقفين بيبصوا من الشباك على عشيرة ايس وهي واقفة تحت الفندق وماسكة اسلحة وقنابل وبتستعد لاقتحام المبنى. فهيراجي بيقول لرين تعتذر لكانامي، وده لانه هيفضل في الفندق ومش هيسيب الاساور بسبب ان بنته قلبها ضعيف وهو محتاج لفلوس كتير علشان يعالجها، وما عندوش استعداد يسيب الاساور علشان يروح يحل لغز اللعبة بتاعته دي، وهو اصلا مش مهتم بالكنز اللي بيتكلموا عليه. وبيقول لها على فكرة انا بنتي عندها 12 سنة يعني تعتبر من سنك. فبتقول له بصراحة انا لو كنت مكان بنتك وعرفت ان ابويا مات في مكان غريب زي ده فده هيخليني حزينة اكتر من اي مرض. وبتسيبه وبتمشي. وقتها عشيرة ايس قدرت تفجر مدخل الفندق وتدخل. واحد منهم اسمه سيج بيقول لهم ان النبات اللي هنا لواحد اسمه بائع الزهور، وبيكون فرحان انه هيواجه واحد بقوته. وبيركب الاسانسير واول ما بيتحرك النبات بيكتفه، فبيضحك وبيطلع نار من حوالين جسمه بيحرق بيها النبات ده. وبيبعت رسالة ليهم وبيقول لهم اطلعوا من الاسانسير انا اتخلصت من الفخاخ اللي فيه. فبيفرحوا وبيطلبوا الاسانسير. ولما بينزل والباب بيتفتح بيكون هيراجي واقف فيه ولابس البدلة المصنوعة من النبات، وبيقول لهم يا مليون اهلا وسهلا. وبيهاجم 3 منهم وبيموتهم بسهولة. وبيمسك واحد منهم وبيسأله على مكان وانج، وبيقول لهم انتم مفكرين هتقدروا تهزموني وانتوا لوحدكم كده؟ فبيقولوا له انت مش عارف انت بتكلم مين، احنا عشيرة ايس. والواد اللي في ايده بيفجر نفسه
نفسه هو وكل اللي معاه علشان يموتوه. وقتها رين بتكون خارجه من مواسير الصرف وبيكون فاضل في الحدث 98 لاعب من اصل 300، فبتقوله هي بتجري انا حاسه ان الهدف من كل ده هو تصفيتنا، ده غير ان ده اول حدث كبير يحصل في اللعبه، وانا دلوقتي حددت كل الارقام المخفيه على الاساور. وبتفكر في معنى الارقام دي لحد ما بتوصل لاحداثيه بتوصلها لنص البلد وبالتحديد لمكان المحطه اللي هناك، وبتقول اكيد ان الكنز مخفي في المحطه دي. وقتها رين كانت بتتكلم مع هيراجي وبتقول له ان وانج قائد عشيره ايس ما عندوش مانع يقتل اطفال مقابل انه يحقق اهدافه، وانه لو قرر يواجههم محتاج ياخد باله من 2 في العشيره، واحد اسمه كيتشي وده متقن لعده فنون قتاليه وقدرته بتخليه يسبب اذى كبير لاي حد واقف قدامه من غير ما يلمسه حتى، ونصحته انه لو واجهه يواجهه من على بعد. اما بالنسبه للتاني فده اكتر واحد هيسبب له مشاكل بعد وانج، وده لانه بيقدر يتحكم في النار. بعدها استخدمت كاميرا الواقع البديل ولاحظت وجود اكتر من لاعب جوه المحطه، ولما بتدخل بتشوف وانج ومجموعه من عشيرته في قلب المحطه، فبتقول اكيد هم اخدوا بالهم من الارقام اللي على الاساور وحلوا اللغز اللي عليها، وانها مش هتعرف تدور على الكنز طول ما هم هنا. في الوقت ده بنشوف 3 واقفين قدام الفندق ومستنيين اقرب فرصه علشان يدخلوا وياخدوا الاساور ويمشوا، وفجاه بيظهر الولد اللي كان اخد تليفون كنامي واتحداه قبل كده وبيضربهم، وبيكون معاه زميله بيساعده وبياخد الاساور بعدها اللي معاهم، وزميله بيقول له يلا نمشي المكان خطر. وفي نفس اللحظه دي هيراجي كان بيهجم على سج باستخدام النباتات، بس التاني بيحرقه بسهوله وبيهجم عليه، وعلى اخر لحظه هيراجي بيتفادى الهجوم وبيطلع يجري. حاول بعدها يهجم عليه تاني لكن لقى كيتشي ظهر له فجاه وكسر الازاز واستخدم قدرته وضربه ضربه قويه جدا حدفته لسيك تاني اللي ما بيسمش عليه طبعا، وبيضربه ضربه يخترق بيها جسمه، وبكل برود بيقفوا يتكلموا مع بعض في الوقت اللي هيراجي كان واقع على الارض سايح في دمه. لكن فجاه حرك نبات كان فيه قنبله وبيحصل انفجار في المكان، بس كيتشي بيتصدى له باستخدام قدرته، وبيقدر هيراجي في الوقت ده يختفي من قدامهم، لكنهم برضه بيروحوا يدوروا عليه في كل مكان. وقتها كان هو قاعد في مكانه ومش قادر يتحرك، وبنعرف انه استخدم قدرته علشان يفضل عايش ويحافظ على قلبه. وقتها بيشوف الاتنين جايين وعمالين يضحكوا عليه، فهو بيقول لهم انا لو هموت مش هموت لوحدي. وفجأة بيحصل زلزال بيهز المكان كله والمبنى بعدها بيبدأ ينهار، ولما بيجوا يقتلوه بيلاقوه ميت اصلا. وهنا بنشوف مشهد جميل لهيراجي وهو قاعد مع بنته وبيديلها ورده، فهي بتسأله انت جيت هنا امتى؟ والورد ده شكله حلو قوي، فبيقول لها ان باعي الزهور دايما الورد اللي معاه بيبقى شكله جميل. وقتها بنرجع نشوف المبنى وهو بيقع على افراد عشيره ايس وكنامي واللي معاه، لكنهم وقتها بيبقوا واقفين يتفرجوا من بعيد وبيقولوا لبعض يلا نخلص اللعبه اللي مش عايزه تخلص دي. رين وقتها ما كانتش عارفه تعمل ايه بسبب اعدادهم الكبيره، وبتكون مستخبيه وبتسمعهم هم بيتكلموا عن الكنز والخطه اللي وانجا عملها علشان يلاقيه، ولما بتحاول تهرب بيشوفوها وبيجروا وراها، بس هي بتفلت منهم، ولما بتيجي تستخدم قدرتها علشان تهرب بتلاقي وانج في وشها وبيهددها انها لو ما قالتلوش على مكان الكنز هيقتلها. فهي قالت له انا ما اعرفش حاجه عنه ومش معايا اساور، ولسه يعني ما كملتش كلامها راح كسر لها دراعها، فبتصرخ من قوه الالم وبتقرر تتكلم، وبتعرفه ان كان في سحر اسود اسمه جو موجود في الصين القديمه وكان شبه اللعبه اللي هم بيلعبوها دلوقتي، وكانت الناس بتستخدمه في الاغتيالات. ووسط ما كانت بتتكلم بتظهر السلاسل بتاعه شوكا وبيكون فيها قنبله ضوئيه بتنفجر بسرعه وبتاثر على رؤيتهم، وبتعرف بعدها تسحب رين وبتهرب. وقتها كنامي جه وتحدى وانج انهم يخلصوا الموضوع دلوقتي، وفعلا كنامي بيطلع مسدس وبيبداوا يتخانقوا مع بعض، وبنشوف بعدها ريوجي وهو بيضرب عليهم نار وشوكا بتقتل عدد كبير منهم، فوانج بيتعصب وبيهجم على شوكا وبيكسر لها السلاسل بتاعتها وبيكون خلاص هيموتها، بس ريوجي بيفضل يضرب عليه نار. على الجانب الاخر كنامي كان واخد رين ورايح يوديها مكان هادي بعيد عن المعركه دي علشان تعرف تحل اللغز وتفك شفره الارقام الموجوده على الاساور. بنرجع بعدها لريوجي وهو عمال يحلل تحركات وانج وقدراته، وبيخرج بره المترو، ولما بيحاول اتنين يهجموا عليه بيقتلهم، لكن بيظهر وانج من وراه فجأة وبيمسك ايده وبيقول له ايه رأيك في المفاجأة دي، وبيقطعها مرة واحدة. وبنشوف رين وهي بتفكر في حل للرموز باستخدام قدرتها وفعلا بتحله وبتعرف مكان الكنز. وقتها كان وانج خلاص هيخلص على ريوجي، بس كلامه بيقول له استنى ويرفع ايده وبيقول له انا هستسلم بس ما تقتلنيش. فريوجي بيقول في نفسه انت بتعمل ايه يا غبي انت، لكن بيعرف من قدرته انه بيكذب. وانج بقى كان بيضحك وبيقول له تصدق دمك طلع خفيف، فبيقول له انا مش جاي وخلاص كده، انا جايب لك مفتاح الكنز وهعرفك مكانه بس عايزك تسيبني اعيش. لكن ريوجي بيقول في نفسه ان اللي كنابي بيعمله ده مش هينفع، وواضح انه مش هيعرف يخدع وانج بسهوله. فجأة صاحبنا بيستخدم قدرته وبيطلع مسدس وبيوجهه ناحيه المفتاح، فوانج بيقول له لو عايز تضرب عليه اضرب انا مش فارق معايا. فكنابي بيقول له انا جبت الرمز اللي على اسوره الماس، وبعد ما شفت الرقم اللي عليها قدرت احل اللغز وعرفت ان الكنز موجود في
صندوق ايداع في بنك ورقم الصندوق 001. فوانج بيبقى محتار وبيقول الاساور اللي في الحدث قيمتها بتوصل لمليارات، واكيد دي مجرد فكه بالنسبه للكنز الحقيقي، ده غير اللي هياخده من اللعبه لو كسب الحدث ده. فبيقول لكنامي انا هضمن لك سلامتك انت بس، لكن بالنسبه للشخص اللي قدامي ده فانا هقتله. فكنامي بيقول له انا موافق، احنا اصلا مش صحاب وكنا متعاونين مع بعض علشان مصلحه مش اكتر. فوانج بيضحك وبيقول له ماشي، وبيعرفه انه هيقتله لو كان بيكذب. فكنامي بيقول له هكدب عليك ليه، وبيرمي له المفتاح علشان يتاكد منه. بعدها بنروح لرين وبنعرف رمز اسوره الماس الحقيقي، واللي كان بيرمز للشهر والسنه اللي اتنشر فيها كتاب اسمه اصل الاجناس لكاتب اسمه تشارلز داروين. والرقم ده ملوش معنى غير انه رقم سري، والحاجه الوحيده اللي بتقبل 6 ارقام في محطه شيبويا هي مكنه الفلوس اللي موجوده في المخرج الجنوبي، ودي المكنه اللي عشيره ايس كانت عندها. وقتها كنامي كان بيقول لوانج معلش بقى رميت لك المفتاح الغلط، لانه طلع في الاخر بيخدعه. وطبعا وانج اخد باله متاخر ان كنامي ضحك عليه وحل اللغز، فبيتعصب وبيقول لهم يقتلوه. لكن وقتها بتظهر مربعات الانتقال وما بيقدروش يتحركوا. فوانج بيزعق وبيقول له انا عرفت شكلك وهدور عليك وهقتلك. وبيوصل اشعار بعدها لكل اللعيبه المشاركه بان الحدث انتهى واللي كسب هو كنامي. وبنشوف الناس اللي كانت بتتفرج على الشاشه، والمعلق بيقول ان المستجد اللي اسمه كنامي هو اللي كسب الحدث ده. وقتها بنروح لصاحبنا وبنشوفه بيفتح الصندوق وبيلاقي فيه تليفون، واول ما بيمسكه اللعبه بترن عليه، ولما بيرد بيلاقي واحد بيقول له مبروك انت كسبت الحدث. فكنامي بيتصدم وبيقول له هو انت تبقى مستضيف اللعبه؟ فبيقول له ايوه، وبيبعت له 1000 نقطه وبيقول له اظن كده انت اتاكدت ان سيد اللعبه دي. فبيتعصب عليه وبيقول له يعني انت اللي صنعتها؟ فبيقول له لا انا ساهمت في صنعها مش اكتر، وبيطلب منه يسمعه لان دي احتمال تكون المره الوحيده اللي هيتكلموا فيها. وبيبدا يشرح له الجوائز اللي اخدها لما كسب الحدث، واللي من ضمنها الامتياز اللي بتمنحه اللعبه، واللي هو عباره عن طلب هيطلبه بس بشرط انه يكون في مقدرته يحققه، لان بطبيعه الحال ما بيقدرش يرجع حد من الموت مثلا. فكنامي بيقول له انا عايز انسحب من اللعبه دي، لكنه رد عليه وفهمه ان دي حاجه مش هيقدر يحققها ليه، وبيفهمه انه لو عايز ينسحب من اللعبه ما قدامهوش غير طريقتين. الاولى انه ينهي اللعبه، لانها لو انتهت فبكده هيكون الهدف اللي اللعبه اتعملت علشانه اتحقق واللعبه هتختفي من نفسها. والطريقه الثانيه انه يقتله وبعدها يروح يدمر نظام اللعبه الاساسي. فكنامي بيقعد يفكر في الطلب اللي هيطلبه، وفي النهايه بيطلب حاجه بس ما بنعرفش ايه هي، لكن بنشوف انه توافق عليها. وقبل ما بيقفل بيقول له صح، في هديه كمان نسيت اقول لك عليها، وهي قدره من نوع جديد ونادره بقت عندك. بعدها الخط بيتقطع والمربعات بتظهر حوالين كنامي وبيختفي. وبعد مرور شهرين بنشوف ناس بتسمع الاخبار اللي بتتكلم عن مدينه شيبويا والتفجيرات اللي حصلت هناك، وانهم مش عارفين ايه سببها. بعدها بنروح لبنت هيراجي اللي بيدخل واحد من شركه التامينات وبيديها فلوس التامين، وبيعرفها ان ابوها مات. ولما خرج قابل رين فقال لها انا سمعت ان كنامي كون عشيره وانا عايزك تعرفيني عليه شخصيا، انا هبقى اكلمك تاني في اقرب وقت. لكن في نفس الوقت ده بتخرج بنت هيراجي من الاوضه وبتجري علشان تلحقه، بس بالغلط بتخبط في رين وبتوقعها على الارض. وبعد ما رين عرفتها على نفسها بتسالها ايه اللي بيحصل، فالبنت بتقول لها على اللي حصل معاها وبتوريها الشيك اللي الراجل اداهولها، وانها مش مصدقه ان ابوها مات. فرين بتديلها الكارت بتاعها وبتقول لها لو عايزه تعرفي ايه اللي حصل مع ابوكي رن عليا. في الوقت ده بنروح لكنامي ودانجو هم واقفين قصاد بعض، وشكلهم كده هيبداوا القتال دلوقتي. وبالفعل دانجو بيهجم عليه والتاني بيرمي عليه قنابل بس ما تاثرش فيه، وبيفضلوا على كده بقى يلطشوا في بعض لاخر اليوم. لكن وقتها حاجه غريبه حصلت، فجاه كده بتظهر بنت مقنعه وبتخطف كنامي وبتجري. ولما شوكا بتعرف بتقول لهم ازاي سبتوها تخطفوا وما عملتوش حاجه. فبيقول لها احنا كلنا اغمى علينا فجاه بنظره واحده منها. فرين قالت لها ان دي اكيد مش قدرتها، دي تقنيه غالبا بتستخدمها قبل ما تواجه اللي قدامها. فشوكا وقتها قدرت تحدد مكانه وقالت لهم يلا نتحرك بسرعه. وقتها بنشوف كنامي وهو في عربيه ومتكتف، وبيقول لها يا ريت تفكيني وتقولي لي انت عايزه ايه، وبعدين انت ليه رابطه ايدي بالطريقه دي؟ فبتقول له علشان قدراتك المزعجه، وبصراحه انا اول مره الاقي شخص مناسب اكتر مني انه يكون مغتال. وبتعرفه انها قاتله مأجوره وان عيلتها مجموعه من القتله المأجورين، وبتقول له انا عايزاك تشتغل لحسابي وهكلفك بشويه مهام صعبه. وبتعرفه انها هتقدر تطور منه من مهاراته بشكل كبير. فبيقول لها بتتكلمي بجد؟ ايه العرض الجامد ده؟ وفجاه بنسمع السواق وهو بيقول لها ان في حد بيطاردهم وبيكون اصحابنا اللي ماشيين وراهم. وبنشوف البنت وهي ماسكه تليفونه وبتقلب في سجلات المكالمات وما بتلاقيش غير رقم شوكا. فبتقول له واضح انها بتحبك علشان كده جايه وراك. فرنت عليها وقالت لها يخلوهم يتراجعوا والا هتقتله. فكنامي بيقول بصوت عالي اخبط العربيه قلبيها يا شوكا وانا هتعامل. فرين بتقول لهم حاولوا تثبتوا العربيه وانا هطلع فرقع الكاوتش بتاعها. وبالفعل بتضرب على الكاوتش بس مش بيحصل له حاجه لان شكل العربيه كلها مضاده للرصاص. فشوكا بتطلع على ظهر العربيه وبتقول لهم قربوا منها وانا هتعامل. فالبنت بتطلع هي كمان على
ظهر العربية بتاعتهم وبيبدأ الاتنين يتخانقوا مع بعض. وقتها كان كانامي فك نفسه وفتح الشباك وبيكلم شوكا وهو في ايده ازايز، فبتفهم قصده وبتنط من على العربية وبتنده على سوتا. وقتها كانامي حدف الازايز في الهواء فشوكا مسكتها بالسلاسل، في نفس الوقت اللي سوتا بيستخدم قدرته وبيجمدها في العجل وبيدمره. بعدها العربية بيختل توازنها وبتقف وكانامي بيكسر الباب وبيخرج. فالبنت قالت لهم لا برافو على الاداء ده. في نفس الوقت ده بنعرف ان وانج خطف واحد من اصحاب كانامي، والمصيبة انه ظهر في فيديو مصور وصوابع ايده مقطوعة. بعدها ظهر وانج ووجه رسالة لبطلنا بيقول له صاحبك خلاص مش هيعرف يستخدم ايده تاني، وكمان شوية مش هيكون قادر يمشي، وانا لو منك هروح انقذه في اسرع وقت. فكانامي كان متعصب جدا ومش عارف يتصرف ازاي في المشكلة دي. في نفس الوقت ده كانت رين قاعدة بتتكلم مع البنت اللي بتجمع لها المعلومات، وعرفت منها تفاصيل مهمة جدا عن مكان العصابة. بعدها كانت بتشوف الفيديو اكتر من مرة وشكت ان المكان ده مستودع، فراحت لهم بسرعة وقالت لهم انا جبت كل المعلومات اللي هنحتاجها، يلا بينا نبدأ ننفذ الخطة. في الوقت ده صاحب كانامي كان واقع على الارض وايده ملفوفة، ومن جهة تانية وانج كان منتظر بطلنا اللي عارف انه هيجي. وفي اللحظة دي واحد من اتباعه بيجي يقول له ان الشرطة جت عندهم، وبنشوفهم واقفين قدام المستودع ومستنيين لما القوات الخاصة تيجي. وقتها بنشوف كانامي واللي معاه قاعدين في العربية بيراقبوا الدنيا ومفيش اي رد فعل من عشيرة ايس. فكانامي بيقول ده انسب وقت نبدأ فيه في تنفيذ الخطة، هندخل نحرر الرهينة وهم مشغولين مع بعض. فريوجي بيقول له تمام وبيتحرك بالعربية. وقتها الشرطة كانت اقتحمت المكان بكل سهولة وبدأوا يقبضوا عليهم، لكن كيتشي فاجئهم بضربة طيرت دماغ واحد منهم. وشفنا وانج اللي كان واقف بص عليهم ومبسوط وبيقول لهم مش قلت لكم انهم مش قدنا؟ على العموم احنا لازم نمشي من هنا علشان لو بعتوا تعزيزات هيقرفونا. ولما سألوه عن الرهينة اللي معاهم قال لهم اقتلوه، كده كده هنعرف نجيب غيره. في اللحظة دي بيسمعوا صوت وبيكونوا رجال الشرطة اللي بتحاول تدخل من الباب اللي ورا. فوانج بيقول مصممين يعني؟ انا شكلي هلعب معاكم شوية، وراح قتل الثلاثة اللي واقفين ورا الباب. بعدها بتخرج بقية العشيرة وبتضرب نار على الشرطة. وفي الوقت ده شوكا بتستغل الوضع وبتحدف تليفون قدام صديق كانامي وبتقول لهم انا اديته التليفون بس مش عارفة هيستخدمه ولا لا. وعرفنا ان خطة كانامي انه يخليه يستخدم التليفون ويدخل اللعبة، بالرغم انهم قالوا له ان دي مخاطرة كبيرة جدا، لكن بطلنا صمم وخلاه يعمل اللي هو يقول عليه. فجأة التعبان خرج من الموبايل وعضه نقله لعالم اللعبة. وفي اللحظة دي وانج كان بيقول احنا هنمشي لحد ما نتخلص من الشرطة دي، وبيطلب من واحد من جنوده انه يروح يتخلص من الرهينة اللي معاهم. وفعلا بيروح وبيمسك المسدس في ايده علشان يقتله، بس بيتصدم لما بيلاقيه فاكك الحبل وواقف قدامه. فبيقول له انت بتعمل ايه؟ ولما بيبص له بيضرب عليه نار، لكن الطلقة ما بتوصلش وبتقف في مكانها. فجأة صاحب كانامي رفع ورماه بعيد من غير ما يلمسه اصلا، وهو نفسه كان مستغرب هو عمل كده ازاي، لكن بيفهم بعدها ان دي قدرة بتخليه يحرك اي حاجة بعقله. وبيقول اكيد كانامي كان عايزني استخدم القوة دي علشان اعرف ادافع عن نفسي واخرج من هنا. في الوقت ده كان كانامي متحمس لانهم قدروا يتفوقوا عليهم في كل الاماكن، لكن دلوقتي عايز يشوف طريقة ينقذ بيها صاحبه. وقتها شاف وانج جاي عنده وبيقول له عايز صاحبك؟ بص جنبك كده. فكانامي بيستغرب وبيبص بيلاقي كرتونة جنبه على الارض، والصدمة لما بيفتحها بيلاقي صاحبه متقطع ومرمي فيها، فحرفيا بينهار وما بيبقاش قادر يستوعب. هنا وانج قال لهم اقتلوهم يلا، مش عايز حد يخرج حي من هنا. وفعلا بيحاول واحد منهم يضرب عليهم نار، لكن كانامي بيضربه برصاصة في دماغه بتموته. وبيكلم رين بيعرفها ان الخطة اتغيرت وانه فشل ينقذ صاحبه، وقال لها انا هستخدم الامتياز اللي اللعبة اديتهولي. وقتها كان وانج بيقول لهم اهجموا عليهم، لكن فجأة لقاهم ماتوا كلهم، وبيكون كانامي اللي موتهم بكل برود. فوانج حاول يهجم عليه بسرعة، لكن شوكا لحقته وبتعلقه مكانه. ولما حاول يستخدم قدرته علشان يبدل اماكنهم راحت قطع له رجله وقالت له انا هستولي على منطقة شيبويا كلها. فهو خاف منها وحاول يزحف بعيد على الارض ويقول لها ما تموتنيش. حاول بعدها يغفلهم ويهرب بنفس المربعات، لكن كانامي لحقه وضرب نار عليه في نص دماغه. وبكده تبقى عشيرة ايس كلها ماتت وخلصنا منهم. وقدر بطلنا ينتقم لصاحبه اللي ما كانش ليه ذنب في كل اللي حصل ده، لكن كان واضح ان بطلنا مش ناوي يسكت لحد كده، اللعبة دي لازم تتدمر. وقتها نشوف واحد اسمه اوبرو مندهش ان كانامي اتغلب على عشيرة ايس، وبيجيله اتصال من مشرف اللعبة نفسه اللي كان كلم كانامي قبل كده وبيعرفه باللي كانامي عمله والخطر اللي من ناحيته دلوقتي. فقال له انا هحطه تحت المراقبة، احنا لازم نتعامل مع الواد ده في اسرع وقت لانه ممكن يدمرنا
دمرنا كلنا. وبيعرفوا ان بسبب قوة كانامي اللعبة لازم تتنقل للمرحلة التانية، علشان كده مشرف اللعبة طلب منه يجهز نفسه لانه هيكون ليه دور كبير في اللي جاي. بعدها بنشوف عشيرة كانامي وهي مستولية على المنطقة، وبينشر بطلنا رسالة تهديد لكل الناس الموجودين. لعبة داروين محظورة في المدينة دي، وفي اي مدينة عشيرة كانامي هيسيطر عليها، وان اللي يشوف العلامة دي لازم يفهم ان اللعبة محظورة في المنطقة اللي هو فيها، ودي هي اللعبة الجديدة اللي من النهاردة. وبيخلص الانمي طبعا، واكيد لازم يكون في تكملة للقصة دي لان اللي جاي فيها اكيد نار. وللاسف الاستوديو المسؤول عن الانمي لسه لحد دلوقتي ما عملش الجزء الثاني، فادينا منتظرين بقى لما نشوف. في النهاية ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الانمي واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا سلام. We'll be right back.